السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصتنا اليوم بتدور حول فتاة بسيطة. يعني لا هي غنية ولا هي فقيرة. بس قبل ما نبدأ القصة خلينا نصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في مدينة بسيطة كانت بتعيش فتاة خلوقة طيبة ست بيت. اتقدم إلها شاب من حي قريب من مدينتها. هذا الشاب كان شاب عادي زيها من نفس مستواها المعيشي. كان يعيش من شغله ويكد على رزقه كل يوم بيومه. صلوا على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. أهلها يعني وافقوا لأنه الشاب محترم متدين. طبعا هذا هو أهم إشي في الرجل. يعني المال طبعا زينة الحياة الدنيا، بس أهم إشي إنه يكون إنسان متدين ويخاف الله. وافقوا أهل الصبية على هذا الرجل لأخلاقه الحميدة. تم الزواج وبدأت الحياة البسيطة. كانوا يناموا على فراش متواضع ويضحكوا على قطعة شوكولاتة بيشتروها بتقاسموها. ولكن سبحان الله، من أول ما دخلت هالصبية بيت هالرجل والبركة دخلت معاها. ما شاء الله، كل مشروع يفتح وينجح، كل خطوة يخطوها ربنا يبارك له فيها. خلال كم سنة صار عنده محل، بعدها محلين، بعدها تجارة، بعدها صار من المعروفين. وما شاء الله صار هذا الرجل من أغنى الأغنياء في المدينة. بنى بيت واشترى سيارة، والأموال صارت تجي من كل باب. ورزقه الله بأربعة من الأبناء مثل القمر ما شاء الله. لكن النفس أحيانا تنغر. مع الوقت صار يشوف حاله عليها، بطلت تعجبه. هذه بنت ناس يعني فقيرة متوسطة، وأنا الحين غني ومعي فلوس وعندي بيوت وعندي سيارات. بدي حدا يناسبني، بدي حدا يكون يعني من مستوايا. فانغر الرجل. صار يقول في نفسه: أنا كيف متجوز هذه المرأة واحدة بسيطة؟ لا، أنا بدي واحدة تكون من مستواي الجديد. بدي بنت فلان، بدي بنت علان. ومن هان بدأت المشاكل بينه وبين زوجته. صار يعامل زوجته ببرود، يتجنبها، يغيب عن البيت، يتصنع المشاكل بأي طريقة. حتى الكلام الطيب استخسروا فيها. صار يحسسها إنها مش مناسبة إله ولا لايقة إله. بعد كل اللي شافته واللي مرت فيه من ذل وإهانات، قررت إنها ترجع لبيت أهلها مع أولادها. وهو طبعا بدأ يحضر للحياة الجديدة وللعروس الجديدة اللي من مستوى أعلى. لكن أول ما خرجت زوجته من البيت كأن البركة خرجت معها. مشاريعه بدأت تنهار واحد ورا التاني. تعب وجهد السنين كله انهار. الناس اللي كانوا يرفعوا فيه صاروا يبعدوا عنه. اللي كان يجلس على طاولاتهم صاروا يتجنبوه. شوي شوي خسر كل شيء، ورجع موظف عند الناس بأجرة يومية. وهان بدأ يستوعب وبدأ يتذكر. رجع لزوجته وقالها: ارجعي، ما ضل غيرك. وطبعا هي رجعت لأجل خاطر أولادها. ومن يوم ما رجعت سبحان الله كأن الرزق معلق بهالمرأة. الرزق رجع يدق الباب، مشاريعه رجعت انتعشت، كل شيء صار يضبط من جديد. ساعتها فهم إنه كل الخير اللي عاشه كان ببركة زوجته وأولاده، بدعواتها، بصدقها، بصفا قلبها، بنيتها الطيبة. ومن يومها صار يحلف ما يزعلها، وصار يشكر الله ليل نهار لأنه عرف إنه الرزق مش بس بالإيد. الرزق مرات بكون بحدا من أهل بيتك بدعيلك بحبك. العبرة من هذه القصة يا جماعة إنه الرزق مش بس تعب ومشاريع. الرزق بركة، دعاء، رضا. وأحيانا يكون إنسان بسيط في حياتك هو مفتاح كل هذا الخير. أتمنى أن هذه القصة القصيرة عجبتكم. طبعا هذه القصة كتير كتير سعيدة أن أنا حكيتها. هاي القصة من متابعة من متابعات القناة. أنا انصدمت صراحة إنه في متابعة جتني على الواتساب قالت لي: أم محمد، أنا حابب أسمع هذه القصة بطريقتك وبأسلوبك. أتمنى إنك تحكيها على القناة.
وطبعا كنت سعيدة والله إنه يعني لسه بداية قناتي، وفي أخوات حبوا إني أحكي مثلا قصتهم أو قصة أختهم أو قصة صديقتهم على ب يعني بلساني أنا وعلى قناتي لسه متواضعة جدا جدا. وإن شاء الله يا رب يكون أسلوبي في السرد بيعجبكم. وهل حابين إني أحكي باللغة العامية اللي هي الفلسطينية، ولا أحكي لكم إياها باللغة العربية الفصحى؟ أتمنى تجاوبوني في التعليقات، وإن شاء الله يا رب يكون سردي بيعجبكم. ومع السلامة، دمتم في حفظ الله ورعايته.